السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المصري الأصيل المحب لبلده، تعالى نكمل اللي بدأناه في الفيديو الأولاني. احنا اتكلمنا في الفيديو الأولاني عن الضالين والمغضوب عليهم. خلي الضالين دلوقتي بقى اللي على جنب، وخلينا نتكلم الأول في المغضوب عليهم اللي احنا عرفناهم قبل كده إن هم اللي خرجوا من مصر واتخذوا منابر لمهاجمة الشعب. تعال نشوف حكايتهم من البداية ايه. وقبل ما نخش في حكايتهم هقول لك نكتة أرجو إنها هتوضح موقف الناس دي كلها من مصر ايه ومن المصريين ايه. واحد فلاح بيكره جاره جدا، ففي يوم وهو بيعزق في الأرض لقى مصباح علاء الدين. حك المصباح طلع له الجني، قال له شبيك لبيك عبدك وملك ايديك، تطلب ايه؟ بس بشرط قبل ما تطلب الحاجة اللي هتطلبها هدي لجارك قدها مرتين. بمعنى انك لو طلبت فدان هديله فدانين، لو طلبت جاموسة هديله جاموستين، لو طلبت حمار هديله حمارين، وهكذا. لو طلبت عزبة هديله عزبتين. تفتكروا الفلاح الحقود ده طلب ايه بقى من العفريت؟ قال له تعالى افقع لي عين وروح بقى افقع لجاري الاتنين. شوف تخيل انه بدل ما يطلب حاجة تفيده وتفيد جاره، كرها في جاره ضحى بعينه عشان جاره يعني. وتعالى اما احكي لك برضو النتيجة الحتمية اللي ممكن نوصل ليها برضو بمثال بسيط كده يوضح لك برضو ايه اللي ممكن يحصل لو تجاوبنا مع هؤلاء الشرذمة اللي أقل ما يوصف لها إنها مجموعة من الحاقدين والسفلة وقلة الأدب. تخيل إن أنت ببيتك بتعمل طبخ وصرفت عليه وكلفته وحطيت تقريبا نص موارد بيتك في الطبخة دي، وخلاص قربت تستوي. وقبل ما هتيجي بقى تستوي وتخلص يجي عيل من عيالك كاره نفسه وكرهك، يقول لك انتوا ايه اللي مطبخينه ده مش عاجبني، ده الطبخه دي بايظه، ده الطبخه دي مش نافعه، مش هناكلها. لو انت سيبته قلب لك الطبخه لا انت هتاكل ولا هو هياكل ولا حد واكل خالص. واذا انت يعني على الاقل حجمته وقفت ضده الطبخه هتستوي وكلنا هناكل. تعالى بقى لما احكي لك الناس دي عملت ايه في مصر من 11/11 والفوضى العارمة اللي حصلت. بدأوا يتمكنوا من السلطة، وصلوا السلطة، وبعد ما وصلوا السلطة كلكم الغالبية العظمى عارفة ايه اللي حصل، لحد ما وصلنا ل13 وجينا مشيناه في 3/7 مشي. فطبعا بينهم اللي خرج على أمل العودة وكان كل همه إنه يهدم مصر ويرجع تاني. عملوا كتير من أول اللي بيحصل في سينا ولا يزال، وموت أولادنا وتشريد أسر وضرب كنايس وتفجيرات في كنايس وضرب عربيات شرطة وحرقها وقر وفر واستنزاف موارد الدولة في إعادة الأمن للمواطنين. والحمد لله الدولة نجحت في إعادة الأمن وإعادة السيطرة. وقبل يعني ما تبقى السيطرة كاملة شفنا إن هما بيهاجموا المنشآت العامة
وخصوصا شركات خطوط الكهرباء وتخريبها. وبعدين اللي عملوه كتير جدا. امشي كده بقى كلكم فاكرين ايه اللي كان بيحصل، وايه الخراب اللي كانت فيه مصر، والدمار اللي كانت فيه مصر، والناس مش حاسة بأمن ولا بأمان، إلا إن ربنا مكننا منهم، أو مكن الدولة منهم بمعنى أصح، وقدروا تسيطر الدولة على كل العناصر ديت، وبدأنا نمشي. الدولة بدأت تمشي. طيب، هل هم سكتهم؟ طبعا لا. اللي أنا عايز أوضحه إن مش هم دولت القوة المؤثرة اللي تخاف منها الدولة، لكن دولت وراهم الدول اللي عايزة تفتت مصر، وعايزة المخطط اللي كان تقسيم مصر يستمر وينجحوا فيه. والدليل على كده محاولتهم في جميع الدول اللي حوالين مصر. تعال شوف السودان وانشقاقها، تعال شوف تونس واللي بيحصل فيها، تعال شوف العراق اللي الوحيد دخلوه بالقوة، وعرفوا بعد كده ان تكلفة الدخول بالقوات العسكرية مكلف، فبدأوا يستخدموا أولاد ابن العلقمية. واللي ما يعرفش ابن العلقمية ده كان وزير الخليفة اللي تحالف مع التتار علشان أوهموه إن هو بعد ما الخليفة هيقع هيدوله حكم بغداد. وهي دي سيرتهم كلهم. سيرتهم كلهم إن أو الخطة اللي بيعملها المستعمر الخارجي إن هو يجيب ناس ما عندهمش ولاء، لكن في نفس الوقت عندهم طموح أو طمع إن هم يبقوا حكام لهذه البلد. فمن نقطة الضعف ديت إن هم بيحبوا السلطة وبيحبوا إن هم إن تكون البلد بتاعتهم وتدين لهم، وهم يبقى كل حاجة بيبدأوا يعني بيخشوا في مع الناس ديت بقصد أو بغير قصد في خطة هدم الدولة. فأخي المواطن، الكلام كتير، واللي حصل الناس كبار عارفينه، ويمكن الشباب الصغير اللي هو دلوقتي عنده 20 سنة أو أزيد شوية أو أقل شوية، دول اللي محضروش 11 أو ما فهموش سنة 11 حصل فيها إيه، 2011 يعني، ما يسمى بثورة 25 يناير، والفوضى اللي حصلت، وإزاي الناس كانت في بيوتها خايفة على نفسها وخايفة على أولادها لما تخرج، وإزاي كانت مصر يعني أنا بصراحة أياميها كنت بقول إزاي هترجع مصر تاني للأمن والأمان تاني والاستقرار تاني. فالحمد لله رب العالمين قدرنا في خلال السنوات القليلة اللي فاتت ديت إنجازات كتير جدا من الدولة. زي ما قلت، اتطبخت مصر، طبخت طبخ كويس، وإن شاء الله هناكلها وهنوصل للهدف بتاع الدولة، إنها توصل في الآخر لمرادها. وإن شاء الله إحنا مش هنكون أقل وطنية من أي حد بيحب بلده وهيصبر عليها. صحيح احنا شفنا ويلات في الفترة اللي فاتت دي من الغلا ومن ارتفاع الأسعار وكل مظاهر اللي هي خلتهم أصلا يبقوا في موقف
يقلبوا الترابيزة، وفي ناس كتير بدأت تصدقهم، وفي ناس كتير بدأت تحس إن الدولة زي ما قلت قبل كده، إن الدولة يعني خلاص عاجزة ومش مش قادرة. لكن إحنا كلنا ثقة في مصر، وكلنا ثقة في القائمين على حكم مصر، ولازم نصبر لحد ما ال- يعني المجهودات اللي اتبذلت تؤتي ثمارها، وإن شاء الله هتؤتي ثمارها رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وتحيا مصر. وفي الآخر أنا الأفكار بتبقى كتير ومتضاربة، ولأن ببقى خايف من الوقت وإن الناس تزهق، فبحاول أختصر على قد ما أقدر. لكن في النهاية بقول إن شاء الله هنبدأ برضو، هنستمر وهنوضح الأفكار واحدة واحدة، وهنقول وشكرا للناس اللي اتصلت بيا وكلمتني أو اللي علقهم. وده برضو اداني دفعة إن في ناس لسه بتحب مصر وبتحبها حب شديد جدا، ويهمها إن الدولة تفضل دولة قايمة، نوصل لمصر العظمى وشعبها ده فعلا شعب عظيم، وإن كان في قلة في كل العصور من الكارهين لمصر نتيجة لحقد دفين وتطلعهم لأدوار أكبر منهم بكتير جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.